وده الفيديو بتاعنا النهارده بعد ما خلصناه. طلعناه من الفرن اهو والوش اتحمر. بصوا يا جماعه، بصوا، والطعم حكايه يعني، والحشوه بتاعته لذيذه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوناش بقى في لايك واشتراك في القناه عشان ينزل لكم مننا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بيكم، اهلا وسهلا. معكم اكلات ساجده في فيديو جديد ان شاء الله. هنبدا ان شاء الله نعمله بطريقه سهله جدا جدا. حاجه كده يعني لذيذه، مقرمشات. التسالي يعني مع كوبايه شاي بلبن، مع فطار، مع عشاء. بتبقى بعد الحاجات دي يعني الواحد لو جاع بالليل ولا حاجة، او بدل ما تحضري فطار تعمليها مع كوباية شاي ولا حاجة. هي طريقتها سهلة جدا وجميلة. دول كوبايتين دي يعني انا هعمل كمية صغيرة وهتدينا عدد حلو يعني. هنحط رشة ملح صغيرة. معايا هنا كوباية الا ربع مية عادية من الحنفية عادي. هحط عليها معلقة سكر صغيرة كده واقلبها. ومعايا على طراطيف المعلقة كده او على ظهر المعلقة كده بيكنج باودر، حاجة بسيطة جدا. انا مش عايزاها عجينة الفينو او عجينة بتاعة البيتزا او الحاجات دي. انا على طرف المعلقة كده بحيث انها تدينا طراوة شوية للعجينة. معايا مية بسكر هنا، نقلبها وننزل بيها. بصوا يا جماعه، معلش انا اسفه الفيديو قطع وانا بكملها. انا ده حطيت كوبايه الا ربع زي ما انا قلت لكم كده على العجينه وعجنتها، بس الفيديو فصل وعجنتها. بقت بالشكل ده. انا هقسم العجينه 2 بالشكل ده وهغطيها واسيبها ترتاح ونرجع نشوفها مع بعض هنعمل ايه. هنا يا جماعه انا سلقت حبايه بطاطس كبيره حلوه كده. انا دي جبنه مخلطه كريمي على جبنه يعني حادقه، اسطنبولي حادقه مشطشطه. شايفين الفلفل الاحمر فيها ازاي؟ حته صغيره لان انا مش هاخد الكميه دي. انا هاخد كميه منها صغيره كده عشان اعملها نوعين بالشكل ده. واخلط عليها الجبنه دي. مش هحط ملح عشان هي حادقه كده يا جماعه. رجعنا لكم. بصوا انا خلطت معاها الجبنه المتشكله، وهنا معايا شويه زيتون انا مقطعاهم، زيتون مخلل. نخلطهم برضه، حشوه جميله جدا واقتصاديه. كده بقى نشيلها ونجيب العجينه. ارتاحت شويه. هاخد اول واحده كده، هناخد اول واحده بس هنجيب شويه دقيق بالشكل ده. نرشها نفردها قوي. نفردها قوي وارجع لكم. كده فردت العجينه كلها يا جماعه. هجيب ماده دهنيه بقى واعوص زبده، سمنه، انتي حسب الامكانيات اللي عندك، زيت، اي حاجه تكوني مسيحاها بالشكل ده وتفرديها بدل ما تعذبك على العجينه اهو بالشكل ده. تعصيها كلها. ونيجي هنا بقى نشا في مصفى كده، محطش كتير عشان ما ينزلش كتير.
نقصها كلها بالشكل ده، ونلفها بقى ايه رول. الاطراف دي هعمل التانية زيها بالظبط ونشوف هنعمل فيها ايه. نركنها هنا كده، ركنتها اهي، اركنها كده ورا خالص، وبعدين هعمل التانية زيها ونشوف هنعمل ايه. الجزء التاني اهو من العجينة هفردها نفس الحكاية اهي بالدقيق كده، بفردها خالص. هفردها ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعة انا فردتها بردك بمادة دهنية نفس الحكاية. نرجع نحط نشا بردك كده، نملاها كلها، ونجيب دي الرول التاني ده اهو، كده يا جماعه. معلش الفيديو كل شويه يفصل التليفون. هنقطعها كده زي ما انتم شايفين، قطعتها زي ما انتم شفتوا كده. هجيب بقى كده نفردها قوي. حطيت النشا مع المادة الدهنية عشان تبقى ايه زي المورقة كده، هي هتبقى مورقة ان شاء الله. على قد ما تقدري كده كده. نجيب الحشو بقى، نعمليها زي السمبوسة بالشكل ده، ونحطها في الصاج. نعمل واحدة تاني معاكم. بالشكل ده زي السمبوسه بالظبط اهو. هعمل انا الباقي ونشوفها بقى ايه. رجعنا لكم بعد ما حطيتها كلها في الصاج اهو، ماده دهنيه بردك، ونحط على الوش كده شويه سمسم بقى كده، ندخلها الفرن. هولع لها من تحت، وبعدين لما تتحمر شويه من تحت اروح مولعه لها الشوايه من فوق على 180 درجه، ونشوفها بعد ما تطلع. وده الفيديو بتاعنا النهارده بعد ما خلصناه. طلعناه من الفرن اهو والوش اتحمر. بصوا يا جماعه، بصوا، والطعم حكايه يعني، والحشوه بتاعته لذيذه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوناش بقى في لايك واشتراك في القناه عشان ينزل لكم مننا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.